انتهت المسيرة الجمهورية في باريس وفي مدن فرنسية كثيرة بشكل ناجح من الناحيتين. أولا الأمنية، إذ لم تسجل أي حوادث خطيرة، وكانت تمرينا حقيقيا للأجهزة الأمنية الفرنسية بعد العملية التي أودت بجزء كبير من طاقم شارلي إبدو في وضح النهار وعلى مرأى من الجميع. ثانيا، من ناحية الدرس الضروري، لقد وصل الخطاب الرسمي بشكل جيد الذي أرادت الحكومة الفرنسية أن توصله للشعب للحفاظ على وحدته وعدم الالتجاء إلى التصفيات والانتقامات من جزء من الشعب الفرنسي، لأن دوامة الانتقام الجهنمية ستؤدي حتما إلى الدخول في دائرة لا يمكن تصور نتائجها الوخيمة. هذه السياسة مهمة لأنها تحافظ على الاستقرار واستمرار الدولة. المشاركة العالمية أعطت للمسيرة خاصية عالية وتمايزا كبيرا من حيث الدلالة الرمزية، أي أن ما حدث لا يمس فرنسا وحدها، لكنه يمس العالم قاطبة، أوروبا وأمريكا على وجه التحديد. لكن الأهم من هذا كله بعد نجاح المسيرة المبهر هو السؤال الذي يسبقنا بالضرورة: ما هي الرهانات المستقبلية بعد المسيرة؟ هناك احتمالان لا أكثر، على الأقل من حيث الجوهر: إما السير في طريق الإخاء الذي أنتجته المسيرة وعبرت هي عنه بقوة على الرغم من الصعوبات، ولكن الرغبة في بناء مجتمع عادل يقتضي الاهتمام بهذه الصعوبات والعمل على تجاوزها، أي إعادة النظر في السياسات السابقة تجاه الفرنسيين من ذوي الأصول الأجنبية وتحديدا العربية والمسلمة، ومحاولة وضع حد للعنصرية البائسة. وفي هذه الحالة يحتاج الأمر إلى إعادة نظر ثقافية وفكرية وحياتية في ظل قوانين الجمهورية والمواطنة، أي أن يشعر العربي والمسلم وغيرهما بشكل عام أنه مواطن كامل الحقوق والواجبات أيضا، وليس مواطنا من الدرجة الثانية. له الحق أيضا في الحياة الكريمة والحماية وحق العمل مثل الفسيفساء القومية والثقافية التي يتكون منها المجتمع الفرنسي، وربما هي ما يضمن غناه الكبير، وهذا أيضا يقتضي جهدا كبيرا من الدولة. السؤال الأخطر الذي يواجهنا: هل لفرنسا اليوم القوة لاستدراك سلبيات التحول المجتمعي كما يحدث في كل المجتمعات في ظل التحديات العالمية والأوروبية الكبيرة وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة؟ ليس مؤكدا في ظل هيمنة الحلول الأنجلوساكسونية والأمريكية تحديدا، باتريوت أكت مثلا التي كانت الصيغة الجديدة للمكارتية أو شكل مقارب لها. ما سيوضع على طاولة الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي، أي الحلول الأمنية الضيقة الرؤية على الرغم من أهميتها. الحلول الأمنية إذا لم تكن مرفقة بعدالة حقيقية تنطبق على الجميع في الوطن الواحد وليس على العرب والمسلم وحدهما، ستزيد من الهوة والشق والعنف. أخشى من حصول مكارتية جديدة لن يكون الشيوعي هذه المرة ضحيتها كما في أمريكا، لكن العربي، وبشكل أوسع المسلم، وبشكل أكثر اتساعا المهاجر. ولهذا يجب الحذر. تغيير قوانين الدول المنتسبة لشنغن لن تحل الإشكال بسهولة على الرغم من ضرورة إعادة النظر فيها، بل هي ليست المشكلات الأكبر، إذ أن القانون الحالي لا يمنع أي دولة في أوروبا من أن تراقب حدودها وأرضها وأن تتحاور مع الدول الأخرى، وقد أعطت التنسيقات الأمنية معها نتائج إيجابية بإحباط شبكات كبيرة لتهريب البشر والمخدرات والأسلحة وإلقاء القبض على الكثير ممن كانوا يحضرون لعمليات إجرامية إرهابية. التشديد على الفيزات وتحرك الأشخاص وربما تغيير قوانين الجنسية وغيرها تلوح في الأفق كحلول أمنية، وهي كلها خيارات تصب بالضبط في مساحات اليمين المتطرف، مع أن المسألة الأمنية لا تهم فقط أوروبا وأمريكا، ولكنها تهم أيضا العالم العربي، بل بالدرجة الأولى ما دام هو المورد للإرهاب على الأقل في الظاهر، فهو اليوم ميدان للحروب التي تولدت عنها الحركات الإرهابية التي ينتمي إليها المنفذون للعمليات كالقاعدة وداعش. من هنا يبدو جليا أنه إذا كانت أوروبا
بالخصوص تريد حلا لمشكلاتها الداخلية أن تطرح على نفسها السؤال العميق بتغيير سياساتها المتبعة حتى الآن، ليس فقط تجاه مواطنيها ولكن أيضا ضد الحركات الإرهابية التي كانت هي على الأقل جزئيا من وراء خلقها، وبالخصوص أمريكا وبريطانيا. من خلق القاعدة ومن درب أعضائها ومن أغدق عليهم بالأسلحة ومنحهم فرصا لارتكاب جريمة القتل والتدمير في 11 سبتمبر؟ من دمر العراق؟ ليس النظام ولكن بنية الدولة التي ترتب عنها فراغ كبير سمح لحركات الموت بالنشوء مثل داعش وغيرها منذ أكثر من قرن. أوروبا تعيد إنتاج التصورات نفسها من موقع القوة. لهذا فالمعضلة ليست هينة بل هي كبيرة جدا، وتتطلب عودة فرنسا الديغولية التي يحترمها الجميع، أي فرنسا التي تقرر وليست تلك التي تتبع النموذج الأمريكي أو الأنجلوساكسوني، بينما كانت نموذجيتها التاريخية والإنسانية والثقافية والسياسية مصدر إلهام كالثورة الفرنسية، حقوق الإنسان، النموذجية الثقافية الفرنسية وغيرها. الحلول الأمنية ستعيد إنتاج نفس الرعب الداخلي، وهو السرير الوثير والمجاني لليمين المتطرف. يحتاج الأمر إلى حل جذري والعودة إلى مصدر الشرور، الوحش الأكبر الذي تولدت عنه الحركات الإرهابية الأكثر خطرا، لا على الوطن العربي وحده ولا على أوروبا ولكن على العالم، في ظل عولمة متوحشة وحداثة مستعصية لأنها انتقائية. ما هو جيد لي لا يليق بك أنت. هذا الوحش الأكبر أي الحروب المشتعلة في الأراضي العربية والإفريقية في سوريا وليبيا واليمن والعراق والسودان ومالي ونيجيريا وغيرها، وغدا ربما قد تلتحق آسيا بهذا الركب في ظل الانهيارات الدولية المتلاحقة وبشكل سريع، والبحث عن الحلول الحقيقية والتضامن العالمي الفعلي. من غير ذلك يمكننا أن نقول مرحبا بالمكارتية الجديدة. إلى اللقاء، والسين العرج ميديا.